السلام عليكم طلبة الصف الثالث الإعدادي. هحل معاكم النهاردة اختبار تراكمي 1 على الدرس الأول في الوحدة الأولى. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول، إذا كانت س تنتمي لح السالبة. يعني إيه س تنتمي لح السالبة؟ يعني س ده عدد سالب، فإن النقطة سالب س وجذر التكعيبي لس تقع في الربع نقط. أول حاجة احنا عايزين نعرف الإشارات. هنا هتحدد لي الربع، الإشارات بتاعة النقطة هي اللي هتحدد لي الربع. هنا عندي الربع الأول، نفتكر مع بعض كده. الربع الأول إشاراته بتكون إيه؟ بتكون موجب وموجب. اللي مش بيعرف يجيبها، احنا لما بنيجي نكتب الأرقام هنا بنكتب أعداد موجبة، 1 2 بتكون هنا أعداد موجبة، وما بنطلع على الخط على محور الصادات بتكون أعداد موجبة 1 2. يبقى الربع الأول بيكون فيه النقطة موجب وموجب، يعني السين فيها عدد موجب والصاد عدد موجب. نيجي للربع التاني، ده كده الربع الأول. نيجي للربع التاني بيكون فيه الأعداد هنا سالبة، يعني هنا سالب 1 سالب 2. ما بنيجي نقول النقطة سالب 1 وواحد ونطلع فوق، سالب 1 هنا بيكون عدد سالب ونطلع للعدد الموجب، يبقى هنا بيكون السينات فيه سالب وبنطلع فوق للصاد، الصاد عدد موجب، يبقى الربع التاني سالب وموجب. ننزل دلوقتي على الربع التالت، بيكون هنا سالب، السين سالب، وما بننزل تحت أعداد سالبة، سالب 1 سالب 2 سالب 3 بتكون أعداد سالبة. فالربع التالت هنا بيكون سالب وسالب، إشاراته سالب وسالب. دلوقتي في الربع الرابع بتكون العدد، لما بنيجي نقرا النقطة لو هنحط أي نقطة مثلا هنا، فباجي أقول نقطة 1 وسالب 2، بقول النقطة 1 وننزل عند السالب، يعني بيكون العدد الأول موجب والصادات فيه عدد بسالب إشارته سالب. يبقى كده الربع الأول موجب وموجب، والربع التالت سالب وسالب. لكن هنا في الربع التاني بنبدأ بالسالب اللي هو السينات فيه بتكون إشارته سالبة، ونطلع الصادات موجبة. الربع الرابع بنبدأ بالموجب وننزل تحت الإشارات سالبة على خط على محور الصادات. دلوقتي نرجع لسؤالنا. قال لي دلوقتي السين تنتمي لح سالب، معنى كده ان السين عدد سالب، يعني ممكن نعوض السين دي بأي عدد سالب. فإن النقطة سالب س والجذر التكعيبي للسين هتكون موجودة في الربع ايه. هنعوض دلوقتي هنعوض بالسين بأي عدد سالب. لو حطيت هنا سالب، هو هنا سالب 1 وهنا في سالب، سالب في سالب هيبقى بموجب، إشارتين هيضربوا بعض يبقى موجب. بعد كده هنا لو أنا حطيت تحت الجذر التكعيبي عدد سالب، هيخرج برضو عدد سالب، يعني لو حطيت سالب 1 برضو هيخرج سالب، يعني إشارته هتكون سالبة. الجذر التكعيبي بيخرج الإشارة السالبة عادي، يبقى كده هيبقى موجب وسالب. مين اللي هيكون من الربع اللي فيه الإشارة موجب بعدين سالب؟ هيبقى عندي الربع الرابع. يبقى الإجابة هيبقى الاختيار نمرة د، الربع الرابع. بعد كده السؤال التاني، إذا كانت نون س 2 بتساوي 4 ونون س ضرب ص بتساوي 6، فإن نون الصاد تساوي نقط. يعني إيه نون؟ عدد عناصر. النون هنا اختصار لكلمة عدد عناصر. عدد عناصر السين مضروب في نفسها مرتين بيساوي 4، يبقى كده عدد عناصر السين بس هيكون بيساوي 2، لأن دي س 2 س 2 يعني عدد عناصر السين مضروبة في نفسها ب4، يبقى كده عدد عناصر السين بس هتكون ب2. طيب ومديني ايه تاني؟ بيقول لي نون س في ص بتساوي 6، عدد عناصر السين مضروب في عدد عناصر الصاد ب6. يبقى طب ما انا دلوقتي جبت عدد عناصر السين ب2، يبقى الاتنين اضربها في كام عشان تكون 6؟ يبقى كده هضربها في 3، يبقى عدد عناصر السين 2، وعدد عناصر الصاد هيبقى 3 عشان يكون حاصل ضرب عدد عناصر السين في الصاد. عدد العناصر هيكون بيساوي 3 بالنسبة لعدد عناصر الصاد، يبقى الإجابة هتكون نمرة ب، هتكون 3. بعد كده السؤال الثالث، إذا كان الزوج المرتب 3 و5 ينتمي للمجموعة 3 و6 ضرب المجموعة م و8، فإن م تساوي نقط. هنا عندي ما بيكون عندي زوج مرتب
المسقط الأول فيه بيكون بينتمي للمجموعة الأولى، والمسقط التاني بيكون بينتمي للمجموعة التانية. فأنا عشان اخد التلاتة فهاخد التلاتة مع، المفروض اخد تلاتة وميم، تلاتة وميم، هنا تلاتة وخمسة، يبقى الميم دي قيمتها بكام؟ هتكون بخمسة. تاني، لما بيكون عندي زوج مرتب وانا عندي مجموعتين عايزة اجيب الحاصل الضرب الديكارتي ليهم، بنعمل ايه؟ بناخد اول رقم اللي هو التلاتة وناخده مع الميم اللي هو اول رقم، وبرضو باخد التلاتة مع التمانية. هو قال لي ان التلاتة دي تلاتة وخمسة، الزوج المرتب تلاتة وخمسة، يبقى التلاتة تنتمي للمجموعة الأولى، لكن الخمسة اللي هي مفروض موجودة في المجموعة التانية، يبقى قيمة الميم هنا هتكون بتساوي الخمسة. بعد كده السؤال الرابع، إذا كان 2 أس س و27 بتساوي 32 وصاد أس 3، فإن س على صاد تساوي نقط. هنا عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى كده المسقط الأول اللي هو بتاع السين هيساوي المسقط الأول، يعني أنا عندي 2 أس س هتساوي 32، والمسقط التاني يكون بيساوي المسقط التاني، يعني المسقط التاني اللي هو 27 هيساوي صاد أس 3. دلوقتي عايزين نجيب قيمة السين وعايزين نجيب قيمة الصاد، هنحلها. 32 دي عايزين نخليها أساس وأس، هتبقى 32 دي هتكون 2 أس 5، يبقى أنا كده عندي 2 أس س هتساوي 2 أس 5. هنا نقدر نقول بما أن الأساس يساوي الأساس يبقى الأس يساوي الأس، يبقى كده السين هتساوي 5. كده جبنا قيمة السين. لسه عايزين نجيب قيمة الصاد. هنا عندي صاد أس 3 بتساوي 27، عشان أجيب قيمة الصاد بس هاخد الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى هنا هناخد الجذر التكعيبي وهنا الجذر التكعيبي عشان نتخلص من التكعيب اللي صاد أس 3 عشان نتخلص من الأس 3. يبقى كده التكعيب هيلغي لي أس 3، يبقى كده قيمة الصاد هتساوي الجذر التكعيبي ل27 هيبقى 3. يبقى احنا كده جبنا قيمة السين وجبنا قيمة الصاد. نقدر دلوقتي نجيب س على صاد. س ب5 وصاد ب3، يبقى الإجابة هتكون 5/3، الاختيار نمرة ب. بعد كده السؤال الخامس، إذا كانت النقطة س-3 والنقطة 2-س تقع في الربع الرابع فإن السين تساوي نقط. هنا مديني النقطة دي اللي هي س-3 و2-س، وقال لي إن هي موجودة في الربع الرابع. نفتكر مع بعض الربع الرابع الإشارات فيه كانت إيه؟ كانت موجب، العدد الأول بيكون موجب وننزل تحت للسالب، وهو على الشبكة التربيعية الربع الرابع العدد الأول فيه موجب والتاني بيكون سالب. يبقى كده احنا هنجرب الاختيارات اللي موجودة عندي، أشوف مين اللي هتديني العدد الأول موجب ومين اللي هتديني العدد التاني سالب عشان يكون كده موجود في الربع الرابع. هنجرب دلوقتي رقم 4، هنعوض بالأربعة، 4-3 هيبقى الإجابة 1 بالموجب، ادتنا كده الأول موجب. بعد كده نطرح 2-4 هتديني -2، يعني التاني سالب، يعني النقطة دي نفعت، الأربعة نفعت، يعني كده الإجابة هتكون 4. لما أعوض بيها هتديني الأول موجب والتاني سالب. لو جربنا نعوض بالباقي مش هتديني الأول موجب والتاني سالب. لو جربنا نعوض بالتلاتة هيبقى عندي 3-3 يبقى 0. الصفر طبعا ليس موجب وليس سالب، مش هنكمل. طب نجرب الاتنين، س-2 يعني هنجرب س-3، هنجرب الاتنين، 2-3 هتديني -1، واحنا عايزين العدد الأول يكون موجب، يبقى كده الاتنين مش نافعة. طيب نجرب، لو جربنا الواحد برضو الواحد أصغر من 3 هيديني العدد الأول سالب مش موجب، واحنا عايزين العدد الأول موجب، فهيبقى الإجابة الصح اللي هي الاختيار الأول ألف، هيبقى العدد 4. بعد كده السؤال رقم 6، إذا كان طول نص قطر كرة 3 سنتي فإن حجمها يساوي نقط سنتيمتر مكعب. حجم الكرة بيساوي 4/3 باي نق تكعيب. هنعوض هنا، هقول بيساوي 4/3، طبعا الإجابات فيها باي فأنا الباي ملهاش قيمة أصلا، مديهالي أعوض بيها هتنزل زي ما هي، في نق مديهالي نص قطرها ب3، يبقى أعوض 3 تكعيب
دلوقتي هقول 4/3 في باي في 3 أس 3 ب27. هنختصر ع3 فيها ال1، 27 ع3 فيها ال9. يبقى الإجابة هتساوي 4 في 9 ب36، والباي هتنزل سنتيمتر مكعب عشان ده حجم. يبقى الإجابة 36 باي، هو الاختيار نمرة ب. بعد كده السؤال التاني، إذا كانت س بتساوي المجموعة 2 وص بتساوي المجموعة 3 و4 و5، اوجد س ضرب ص. أول حاجة س ضرب ص، السين اللي هي المجموعة 2 ضرب المجموعة ص اللي هي المجموعة 3 و4 و5 هتساوي، هنا هناخد الاتنين مرة مع ال3 مرة مع ال4 مرة مع ال5، يبقى يكون بيساوي المجموع الزوج المرتب 2 و3. بعد كده الزوج المرتب 2 و4. بعد كده الزوج المرتب 2 و5. كده جبنا س ضرب ص. بعد كده عايز ن ص 2، يعني عدد عناصر الصاد مضروب في نفسها مرتين. ن ص 2 هتساوي، هنا كم عنصر في الصاد؟ 3، يبقى 3 في 3 هتساوي 9. بعد كده عايز نجيب س 2. س 2 يعني السين مضروبة في نفسها، السين هنا فيها ايه؟ فيها المجموعة 2، مضربها في نفسها برضو المجموعة 2 هتكون بتساوي المجموعة الزوج المرتب 2 و2. هناخد عنصر من المجموعة الأولى مع عنصر من المجموعة التانية، مفيش أرقام تانية، فهتبقى المجموعة الزوج المرتب 2 و2. بعد كده السؤال الثالث، إذا كان الزوج المرتب س ناقص 1 و29 بتساوي 4 وص أس 3 زائد 2، اوجد قيمة س زائد 2 ص. الأول عايزين نجيب قيمة س ونجيب قيمة ص. هنجيبها ازاي؟ من هنا أنا عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، اللي هنستفاده إن المسقط الأول هيساوي المسقط الأول. هنا عندي هناخد س ناقص 1 وهنساويها بال4، وهنا عندي المسقط التاني اللي هو ص أس 3 زائد 2 هنساويه ب29، هيكون بيساوي 29. كده عندي معادلتين هنقدر نجيب منهم قيمة السين وقيمة الصاد. المعادلة الأولى عايزين نجيب قيمة السين، هنودي -1 اليمة التانية بعكس الإشارة، يبقى كده السين هتساوي 4 زائد 1، يبقى السين هتساوي 5. هنا كده جبنا قيمة السين، عايزين نجيب قيمة الصاد. ص أس 3 هتساوي، هنودي الاتنين اليمة التانية بعكس الإشارة، يبقى 29 ناقص 2، يبقى كده ص أس 3 هتساوي 29 ناقص 2 27. عشان أجيب قيمة الصاد هناخد الجذر التكعيبي، يبقى ص هتساوي الجذر التكعيبي ل27 هتساوي 3. يبقى جبنا السين ب5 والصاد ب3. هو عايز قيمة س زائد 2 ص. هنعوض السين جبناها ب5 زائد 2 في بين العدد والرمز في علامة ضرب، يبقى الصاد قيمتها بكام؟ ب3، نعوض بيها. كده عندي 5 زائد 2 في 3 ب6، 5 و6 11. يبقى كده جبنا قيمة س زائد 2 ص بتساوي 11. وبكده يكون انتهى اختبار تراكمي 1. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك إشعار كل ما انزل فيديو جديد. شكرا لكم، مع السلامة.